بتشتغل بالفعل في مجال كتابة المحتوى وبدأت تتواصل مع العملاء والشركات، ومحتاج تعرف أهم الأسئلة اللي ممكن تتسأل لك في الانترفيو علشان تكون جاهز ليها. في الفيديو ده هوضح لك أهمية كاتب المحتوى لأي بيزنس وإيه المهام اللي بيقوم بيها وأهم أسئلة الانترفيو اللي ممكن تتوجه لك. تابع معانا. ندخل على كاتب المحتوى تحديدا، يعني الناس اللي انترستد كده بكتابه المحتوى تركز معايا. ايه اهميته وايه المهام اللي بيقوم بيها بشكل مفصل؟ ولو حضرتك عندك انترفيو في مكان طالب كونتنت كريتور، ممكن يعني اكون مجهز نفسي كده. ايه الحاجات اللي ممكن اكون محضرها في بالي علشان ايه اكون عندي الى حد، يعني بصوا انا دايما اقول حاجه، مفيش حاجه يعني حتى الناس اللي زمايلنا اللي كانوا دارسين معايا الكورس ممكن يعني ايه يكلموني عن ده في الاخر ويشرحوا تجربتهم، لان انا دايما اقول لهم كده، اقول لهم بلاش تعتمدوا على تمبلت لاي حاجه، لان كل حاجه متغيره. انا هدفي من اي حاجه، يعني انا حتى لما بجهز تمبلت وببعتها في الكورس بقول لهم دي مساعده، لكن انت لازم يكون عندك فكر ورؤيه وفهم للبيزنس بتاعك، لان مفيش ثوابت في الديجيتال ماركتنج. فعشان كده بقول لكم الحاجات برضو اللي انا هقولها لكم كاسئله ممكن تتعرض لها، ما تاخدهاش كتمبلت هي المسلم بيها ما فيش غيرها، لا لا خالص. بس انا بتكلم عن حاجات ممكن تفتح نقاط كتير، على الاقل تحطك تخلي في دماغك مجموعه من المعلومات هتكون حاضر الذهن بيها، لكن ما تاخدهاش كده كان هي دي بس الاولى والاخيره والتمبلت الرئيسي. ايه هو كاتب المحتوى؟ كاتب المحتوى بنقول مين شخص كاتب المحتوى اللي اتكلمنا عنه بقى من شويه وهنتكلم عنه بشيء من التفصيل. ليه دور حيوي واهميه كبيره في تحقيق المبيعات. شفتوا بقى اول كلمه انا كاتباها ايه؟ يعني ده مش واحد داخل يكتب محتوى خلاص، لا ده هو ليه دور كبير في تحقيق المبيعات للبيزنس، لان في الاخر هو بيعمل ايه؟ هو بيعمل كونتنت ماركتنج، هو بيسوق بالمحتوى، هو كونتنت ماركتير. انا اتعمدت اكتبها لكم، هو كونتنت ماركتير يعني مسوق، عشان تعرفوا في الاخر ان هدفه التسويق. يعني احنا بنكتب عشان نسوق، عشان لما حد يجي يقول لك ما كلنا بنكتب، تمام، بس هل كلكم بتكتبوا محتوى يحقق سيلز؟ هي دي وعلامه استفهام كده، ده سؤال بقى عايزين الرد بتاعه. لما حد يقول لك ما انا اعرف اكتب، قول له حلو، طب قولي بقى تكتب ازاي محتوى يحقق سيلز؟ هتلاقيه اصلا مش فاهم بقى، لو هو مش بروفيشنال هيقف لك هنا هو ايه اللي يعني ما انا بكتب مش هتلاقي عنده رد. يلا نكمل. فاي بزنس كاتب المحتوى تايتل مهم جدا، لان مفيش بيزنس هيخلو من كتابه المحتوى. وعايزه اقول حاجه بقى، مفيش بيزنس بمعنى الكلمه، يعني سواء حتى البيزنس ده كبير او بيزنس حتى صغير، ما هو لازم يبقى عنده محتوى. هيبيع ازاي الناس ما تعرفوش؟ اول حاجه بتلفت انتباه الجمهور وتخليه يبقى انترستد ويقرر ان هو حتى يتابع المكان، المحتوى. ان هو حتى يتابع، يعني يبدا يكمل كده متابعه المكان ده، لسه ما خدناش قرار شراء ولا حاجه، انه يتابع معاه، فانه يكون هو ايه، يشوف محتواه ويقتنع بيه فيكون انترستد ويكمل معاه. خلاص كده، يبقى لازم يكون عند كاتب المحتوى ده، لازم يكون عند البيزنس كاتب محتوى بيعمل على التسويق من خلال الكونتنت ماركتنج زي ما احنا قلت حالا، وهو اسمه ايه؟ كونتنت ماركتير، مسوق بالمحتوى. عشان نعمل هدفنا ايه يا شباب من التسويق بالمحتوى؟ هدفنا حاجتين: خلق الوعي بالعلامه التجاريه، اخلي الناس عندها اويرنس. ليه؟ لان انا حتى دايما اقول انا لو واصل، يعني مرحله الاويرنس دي موجوده على طول، لان انا اوريدي لو واصل لناس وشريحه، فانا اكيد مش كل الناس عارفاني، ما بنتكلمش على براندز عالميه هنا، انا بتكلم على بيزنس براند عاديه. فدايما هكون محتاج اعمل ايه؟ اويرنس بشريحه ثانيه. وغير الاويرنس لازم يعمل تعزيز على طول، تمام كده، علشان يؤدي لايه؟ انا هدفي من المحتوى مش ان انا اخلق الوعي فقط، لا اكمل بقى، اخلي فيه ولاء مستمر بين البيزنس او البراند والعلامه. يعني ايه خلق الولاء؟ يعني انا هخلي علاقتي مع التارجت اودينس بتاعي مش علاقه بيع وشراء اطلاقا، لا، انا هخلي علاقتي بيهم فيها ثقه وفيها ولاء وعلاقه كده في جميع الجوانب. يعني زمايلنا اللي كانوا معايا في الكورس ياكدوا لنا على ده، ان انا دايما اقول لهم ان انت ايه، انت يعني حتى مش بتهتم بعميلك في مرحله الشراء، لا، انت حتى في حاجه اسمها بوست اكشن بعد ما يخلص الشراء، انت هدفك كسب عميل دائم عنده ولاء ليك وثقه وبيعمل لك وورد اوف ماوث، هو اللي بيتكلم عنك. لان دايما اقول تاني، عندي كده 3 جمل ولا حاجه بشوف ان هم مهمين لكاتب المحتوى يكون فاهمهم. اول قاعده اقولها ان كاتب المحتوى لازم يبقى فاهم يعني ايه تقديم الفايده قبل الاستفاده، لان انا بحب الجمل اللي بتحمل معاني كتير، يعني جمل قصيره بس هتشرح وراها كلام كتير من غير ما ابقى اديت الناس كلام كتير يلخبطها.
تقديم الفايده قبل الاستفاده، يعني هو بيقدم معلومات وفايده قبل ما يقول للناس تعالوا اشتروا. دي رقم 1 اقولها. رقم 2 اقولها ايه؟ انه هو اسمه استراتيجيه بعيده المدى. يعني ايه استراتيجيه بعيده المدى؟ يعني هو قلنا هدفه يخلق ولاء وثقه. فهل الولاء والثقه دول هيتخلقوا في يوم وليله؟ احنا في علاقاتنا الشخصيه حد بيثق في حد، يعني عشان تبقى انت عندك ولاء وثقه في حد ده بيتم سريعا ولا محتاج وقت؟ محتاج وقت. نفس الكلام البيزنس محتاج وقت علشان يكسب ثقه الجمهور. فانت لما تبدا تعتمد على كتابه محتوى قيم، فلازم تبقى انت مدرك والعميل اللي معاك مدرك ان انتوا هتشتغلوا فتره على ما تكسبوا ثقه الجمهور وتبداوا يبقى عندكم اورجانيك كده، اللي هي ايه؟ اورجانيك ليد، اللي هي عملاء بشكل اورجانيك. الليد اللي هو عميل محتمل، عملاء محتملين اورجانيك فقط انتوا شغالين عليهم. رقم 2 انه استراتيجيه بعيده المدى، يعني محتاجه وقت. رقم 3 اللي هو على المدى البعيد بيؤدي ليه تقليل النفقات. يعني ايه الكلام ده؟ ليه وليه على المدى البعيد؟ عشان اللي احنا لسه قايلين هو محتاج وقت عشان يحقق الهدف بتاعه ويبني الثقه. ليه بقى؟ لانه هو ما دام بنى الثقه وخلى الناس واثقين فيه وعندهم ولاء، فبيخلي الناس تيجي تشتري منك اورجانيك، اللي هو بدون يعني من غير ما تكون صارف لهم وسائل تسويق مدفوعه او اي وسائل تسويق بشكل اخر. هم جايين لك بشكل اورجانيك من خلال المحتوى وثقتهم فيك، ومن خلال الورد اوف ماوث اللي بقى موجود عنك. فده بيخلي ان انت عندك مبيعات بتتحقق بدون تكاليف. اكيد هتحتاج، مدركه جدا انك هتحتاج تصرف اكيد يعني، بس انا بتكلم على الجزء الاورجانيك انه بيؤدي ليه بيعمل مبيعات بشكل اورجانيك. دي بوينتس كده، نقاط يعني، عشان كده ايه ان ناخد فيها فكره عن الموضوع. زي ما قلت لكم انا كل هدفي من المحاضره ان احنا نفهم اساسيات حاجه، اساسيات كل تايتل ايه، لكن تخصصنا شويه او اتكلمنا باستفاضه اكتر في كاتب المحتوى. فدي مجهزه كده كام بوينت ممكن نقول ان هم بشكل ايه بسيط بيقوم بيهم كاتب المحتوى. بيتضمنوا ايه؟ مهام ومهارات لازم يكون يعني يكتسبها، مهام بيعملها. وكان بالكم حته مهارات دي ان ايه؟ لا، مهارات حاول تكتسبها في شخصيتك. لان عايزه اقول حاجه، كاتب المحتوى مهاره بيتم اكتسابها. بمعنى ان انت مش شرط خالص تكون انت شخص عنده الموهبه وبيعرف يكتب، عشان السؤال ده منتشر جدا. لا، انت هو زي اي علم، مهارات بتكتسبها وبتدرسها وخطوات بتمشي عليها. فهتقولي طب انا شخص اصلا بحب الكتابه، هقول لك حلو، اقول لك لا يعني، اقول لك برافو. لكن لو انت شخص بيحب الكتابه وما عندوش السكيلز والمهارات اللي انا هتكلم عنها، مش هيعرف يوظف الموهبه. فهتلاقي نفسك برضو رجعت لي المهام والمهارات اللي انت بتكتسبها. فهمتوا الفكره اللي بتكلم فيها؟ فبيعمل ايه؟ بيكتب مقالات وبوستس عن الموضوع اللي بيتكلم فيه، بتخليه يجو فايرال على السوشيال ميديا. مهمته الاساسيه انه بيكتب المحتوى. والمحتوى عايزين نقول ان هو اي شيء بيتم انشاؤه للعرض على الجمهور. في الكورس بتكلم بالتفصيل على ان المحتوى ده مش مجرد حاجات، يعني كل حاجه بيتم انشائها للعرض على الجمهور. تمام كده؟ بيستهدف الجمهور الصح. نرجع للجمهور. فاكرين كلمه تارجت اودينس لما قلت لكم عليها؟ هتلاقوها في كذا تايتل. فالكاتب المحتوى فاهم بيزنس، دايما اقول الكلام ده في الكورس. كاتب المحتوى فاهم ماركتنج. يعني ما تروحش تدرس مع اي حد يديك كورس في كتابه المحتوى ويكون بيتكلم عن الكتابه فقط، وانا ازاي هكتب محتوى انا مش فاهم جنبه ماركتنج؟ فانا دايما امشي دول مع ده. يعني تلاقي المحاضرات كلها جايبه حاجات في كتابه المحتوى وحاجات في التسويق والماركتنج بشكل عام، لان ده انت بتكتب عشان تحقق مبيعات. فحد يحقق مبيعات ومش فاهم ماركتنج، فلازم نمشي نقطتين مع بعض. فلازم تبقى فاهم يعني ايه تارجت اودينس. دي اساسيات في الماركتنج، فانت بتتعلمها في كتابه المحتوى. تدرس الجمهور المستهدف، تدرسه ازاي، تعمل باير بيرسونا ازاي. وفي باير بيرسونا حتى انا بشرحها كده ب10 نقاط تحديديه لكاتب المحتوى. من مهاراته اللي لازم تكتسبها، عشان بقول لكم المهام على المهارات زي ما قلت، تكون شخص بيحب القراءه والاطلاع في مجالات كتير عشان تطلع افكار. لان انت ممكن تكتب في المجال ده انت كشخص طبيعتك الشخصيه مش انترستد فيه يعني، او ما عندكش معلومات عنه. حد بيكتب في مجال ما عندوش معلومات عنه هيعرف يجيب افكار؟ لا. فانت شخص لازم يكون بيحب ايه؟ الاطلاع والقراءه عشان يقدر يلاقي افكار. ودلوقتي في وسائل كتير جدا جدا بقت تساعد في موضوع الافكار. اهمهم طبعا اللي هي ايه؟ مواقع الذكاء الاصطناعي. انا بشوف ان استخدامها الاساسي لك ككتاب محتوى المساعده في الافكار، لكن ما بعتمدش عليها خالص بان هي تكتب لي،
لكن بتساعدني جدا وبتختصر عليا السيرش. يعني بدل ما كنت بتعب في السيرش، لا ممكن تسهل عليا حته السيرش، لكن في الاخر انا لازم اقرا كل اللي اتكتب. حلو كده. فدي مهارات لازم يكتسبها. بيعمل ايه؟ بيكون مع عميله من الاول خطوه بخطوه، يكتب من اول ما العميل ما يكونش عارف حاجه عن المنتج لحد ما العميل بيقنعه ياخد قرار الشراء، وبيكمل معاه. فاكرين لما قلت لكم بوست اكشن؟ بيكمل معاه حتى بعد انتهاء عمليه الشراء. يعني انت بتبدا مع جمهورك كده. تمام. ريم كبرنا مواقع خاصه بحاجات للمحتوى. بتبدا مع الجمهور من اول ما الجمهور ما يكونش عارف حاجه عنك لحد ما تخليه ياخد الاكشن، وكمان تكمل معاه حتى بعد ما يشتري منك، تخليه يعني عميل دايم. القاعده اللي انا لسه قايلاها، لازم تبقى محسس جمهورك ان انت مصلحتهم مهمه عندك. انت مش داخل تبيع فقط، انت داخل تبيع لكن مصلحه الجمهور ده مهمه. فبتعمل على تقديم القاعده بتاعت ايه؟ الفايده قبل الاستفاده. تقدم له معلومات قبل ما تطلب منه الاكشن، عشان هو ما يجي ياخد الاكشن يبقى راضي وياخده بسهوله. بيعرف يختار عنوان بيجذب انتباه الجمهور ويخليه يقف عنده، لان اول حاجه التارجت اودينس بيشوفها، او واحنا قاعدين على اي بلاتفورم كده وبنسكرول فيها، فاول حاجه بنقف عندها الهيدلاين بتاع المحتوى. فلو مش كاتشي وجذب انتباهنا مش هنكمل. فمن ضمن الحاجات الاساسيه اول اللي لازم يركز عليها انه يختار عنوان يجذب انتباه الجمهور. بيعمل برين ستورمنج. يعني ايه بيعمل برين ستورمنج؟ يعني بيعمل عصف ذهني كده، او بيفكر مع التيم اللي شغال معاه ايه الافكار اللي هنشتغل عليها. وزي ما قلت لكم فاكرين لما كنت بشرح الوظائف دلوقتي وقلت على الارتباط بين الديزاينر جرافيك ديزاينر وبين كاتب المحتوى، زي ما قالها هنا بيقعد مع الجرافيك ديزاينر عشان يطلع معاه الفكره المناسبه للتصميم اللي هتجذب انتباه الجمهور. بيكلم الجمهور بطريقتهم واسلوبهم ومصطلحاتهم. مش انا لسه قايله ان احنا لما اتكلمت لك هو اي حد هيكتب وانا بشرح كاتب المحتوى، لكن مين اللي هيكتب بطريقه تقنع الجمهور ويتكلم بطريقتهم؟ قلنا ممكن نبيع منتج واحد، اللي بس واحد هيشتريه عنده 20 سنه عنده اسلوب وطريقه، واحد هيشتريه عنده 40 سنه عنده اسلوب وطريقه. ما اقدرش الاثنين اكتب لهم نفس الكلام، مش هيحقق النتيجه. بيجيب عملاء بشكل اورجانيك، لسه قايله عليها ان انت بتأدي المحتوى بيجيب عملاء بشكل اورجانيك. اورجانيك يعني ايه؟ انت طبيعي من خلال المحتوى مش صارف عليه حاجه. بيركز على الاحداث الموجوده في المجتمع اللي بينشر فيه والترندز. ليه؟ عشان بيستغلها في المحتوى. لازم تربط المحتوى بالاحداث، ما يبقاش فيه مناسبات واحداث في المجتمع بتاعك وانت شغال لوحدك مالكش دعوه، مش بتشارك الناس فيها. والحاجه الثانيه الترند الموجود ايه، وتعرف ازاي تستخدمه في المحتوى، وتعرف ازاي كمان تختار الترند المناسب للبيزنس بتاعك، مش اي ترند وخلاص. مسؤول عن كتابه الاعلانات اللي هي الكوبي رايتنج بقى زي ما اتفقنا. مش هو المسؤول عن عمل الاعلان، زي ما قلنا المسؤول عن عمل الاعلان هو الميديا باير، لكن هو بيكتب الكوبي رايتنج اللي هدفه اللي يعتبر الاعلان اللي هدفه تحقيق المبيعات. بيعمل تحليل المنافسين، يعني دي جزء اساسي بركز عليه حتى في الكورس زي ما اتكلمت. بندرس ماركتنج كمان، بيعرف يعمل سوت اناليسيز، تحليل لنقاط القوه والضعف والفرص والتهديدات للبيزنس اللي شغال عليه، علشان يعمل ايه؟ عشان يقدم محتوى متميز للعملاء. هتلاقي من ضمن مهاراته كده وشخصيته بيعمل ايه، بتلاقيه دايما معاه نوت كده بيسجل فيها افكار كتير او حاجه لفتت نظره. ليه؟ لان فعلا بيبقى ايه، عايز يجمع افكار عن كل حاجه عشان عارف ان هي ممكن تفيده في اي وقت. وعارف كويس قوي بقى ان ايه لسه قايلاها، ان التسويق بالمحتوى هو استراتيجيه بعيده المدى، فعنده صبر وطولة بال علشان يحقق الهدف. الخلاصه بتاعت الكلام ده ايه؟ ان الكونتنت كرييتور شخص بيمشي بخطوات وبلان معينه. زي ما قلت له كده ان هو مهارات، ممكن تكون شخص مش موهوب في الكتابه، لكن انت في بلان معينه وفي خطه معينه بتمشي بيها لحد بتبدا مع العميل لحد ما يكون عنده ولاء للمنتج والخدمه. مش شخص بيكتب مقال او شخص بيكتب بوست وخلاص، لا، شخص محتاج ياخد وقته عشان يحقق الهدف، وفاهم كويس قوي ان المحتوى ده اللي بيقدمه للعميل، وان العميل ده اهم حاجه في العمليه التسويقيه. وفاهم كويس ان كونتنت از ذا كينج، يعني المحتوى والملك، لانه هو حجر الاساس اللي بيقوم عليه البيزنس. لو المحتوى ده مش قيم، مهما عملت من وسائل تسويق مدفوعه او اي وسائل اخرى مش هتحقق النتيجه، لان المحتوى ما فيهوش فاليو يجذب انتباه الجمهور. تمام كده؟ طيب انا كاتب محتوى بالفعل
واتكلمنا دلوقتي عن المهام والمهارات، وعندي انترفيو. ممكن اكون بس يعني مجهز زي ما قلت لكم، بلاش ناخد حاجه تمبلت او ان هي دي واقفل دماغي عليها، انا ما بحبش كده خالص علشان ما احصرش دماغ الناس في حاجه معينه، المجال واسع. ولكن ايه، دي مجموعه كده من الاسئله ممكن تخليها في ذهنك، وهي وهتلاقيها بتفتح جواها حاجات كتير، وبتخليك يعني تعمل سيرش كده على حاجات كتير وذهنك يبقى حاضر. فايه الحاجات اللي ممكن تتوجه لك؟ اول حاجه ان انت لو انت خلاص انت بتقدم على ان انت اوريدي شغال بالفعل، حتى لو انت مش شغال بقالك مده طويله، بس تجربتك ايه ككاتب محتوى، تمام كده؟ حتى لو تجربتك دي على فكره تدريبيه، عشان انا دايما بحب يعني اخلي الناس تبدا. فانت مش شرط تجربتك تبقى تجربه فعليه مثلا، لا، ممكن تبقى اعمال تدريبيه على سبيل التدريب، فدي تجربه. اوعى تفتكرها مش تجربه، مش كتبت محتوى واتعمل وانت اللي كتبته، فممكن تكون اعمال تدريبيه. ممكن يقول لك اشرح لنا تجربتك، وتجربتك دي سواء تجربه فعليه او تدريب، المجالات اللي انت اشتغلت عليها، اللي هي الحاجات اللي انت كتبت لها. شفتوا بقى المهارات دي مهمه قوي، ايه يعني البيزنس اللي انت كتبت عليه او اشتغلت عليه، ايه المهارات اللي اكتسبتها؟ تبدا تتكلم بقى في ايه. هتلاقي نفسك مثلا واشتغلت واتبعت اللي انا قلته، كنت بتعمل سيرش، هتلاقي نفسك كسبت مهارات. السيرش ده فادك في ايه، المعلومات فادتك في ايه، فهتلاقي ان انت عارف تحكي تجربتك وتتكلم. ممكن تلاقي حاجه متعلقه بيه ازاي بتفهم التارجت اودينس، لان احنا اتفقنا في جزء كبير كده مش لسه قايله من ضمن مهام كاتب المحتوى انه يعمل على تحليل وتحديد التارجت اودينس. قلت لكم دي بتبقى سيشن كامله عن ازاي تعمل، بدءا في حاجه اسمها سيجمنتيشن اللي هي تقسيم الجمهور، وبعد كده بعد السيجمنتيشن ازاي اختار التارجت اودينس. يعني زمايلنا اللي معانا خارجين الكورس هم حتى بيشرحوا لنا ده، يقولوا لنا ان احنا بنتكلم عنه، يعني اللي هو تقسيم الجمهور السيجمنتيشن، وبعد السيجمنتيشن ازاي تعمل اختيار للتارجت اودينس، وبعد كده ازاي تعمل الباير بيرسونا. فهو ممكن يسالك عن ده. ليه هيسالك عن ده؟ علشان انت لو مش مدرك حته اللي انا لسه بقولها لك لما قلت لك ان انت ممكن تكتب منتج بيستخدمه حد عنده 20 سنه وحد عنده 40 سنه، لكن كل واحد منهم ده تارجت اودينس مختلف. فهي دي حته سؤال ايه، بتفهم تارجت اودينس ازاي، وبتعمل الباير بيرسونا ازاي. 3، بتعمل سيرش ازاي. لسه قايله لكم انت ككاتب محتوى من غير السيرش مش هتنجح. ايه مهاراتك وبتسرش ازاي عشان تطلع افكار وعشان تفهم اي بيزنس. فلازم يطمن ان انت، يعني شفتوا بقى الحته بتاعت السيرش دي مهمه ازاي، ومن الاسئله اللي بتتسال، لانه عايز يطمن ان انت هتعرف تكتب، هتعرف تسرش. ما هو ممكن يديك بيزنس انت ما تعرفش عنه حاجه، هتقول له اصلا مش ما اعرفش عن البيزنس ده حاجه، لا انت جاي تشتغل. فلازم يطمن لازم يطمن لان انت ازاي بتسرش عن المواضيع، بتكتب المحتوى ازاي اصلا، يعني رؤيتك ايه المحتوى، وبتعتمد في الكتابه على ايه وازاي. هو بيقيس من الحاجات دي حاجات هو عايز يعرفها ويسمعها. الفرق بين الكونتنت والكوبي، الكونتنت رايتنج المفروض والكوبي رايتنج اتكلمنا عنها. الكونتنت استراتيجي دي بقى مهمه جدا، ما ينفعش تبقى رايح انترفيو ومش عارف الكونتنت استراتيجي بتتكون من ايه. ليه؟ لان ما في، لو انت بتشتغل بشكل بروفيشنال، يعني لو انت واحد هاوي وفاكر ان كتابه المحتوى كتابه وخلاص، الناس ما بيبقاش عندها وعي بفكره استراتيجي، لان فاكر المحتوى بيبدا من مرحله الكرييت اللي هي بنشئ المحتوى على طول. دايما اقول في الكورس ان المحتوى بيبدا بالبلان، التخطيط اللي بيبقى جواه الاستراتيجي. مفيش حاجه بتقوم من غير تخطيط، تبقى عشوائيه. فايه الكونتنت استراتيجي اللي انت بتشتغل بيها وايه مكوناتها؟ انواع الهيدلاين اللي بتشتغل عليها. ليه فاكرين كده لما لسه قايله لكم ان من ضمن مهامه ان يكتب عنوان يخلي الجمهور يقف عنده؟ فانت ازاي بتكتب هيدلاين مثلا، بتعتمد على ايه يجذب انتباه الجمهور. تمام. النموذج المهم جدا 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 نموذج الاي اي دي اي. ده موديل اساسي اللي هو ايه، attention interest desire action. لو انت مش دارس الموضوع بشكل بروفيشنال فانت مش هتعرف ايه نموذج ايدا ده او اي اي دي اي اللي يعني، ودول ازاي بيمشوا مع حاجه اسمها ماركت فانل اللي هي قمع التسويق، اللي هي انت عميلك في انهي مرحله. هل انت عميلك في مرحله الاتنشن، ولا انت عميلك في مرحله الانترست، ولا انت عميلك جاهز ياخد الاكشن؟ لان بناء عليهم بتحط المحتوى وبتحط الفكره وبتكتبها. فمعلوماتك يعني النموذج ده وبتطبقه ازاي. البريف، تاخد البريف ده جزء برضو معانا اساسي.
تاخد بريف من العميل ازاي، تساله عن ايه وبتاخده ازاي. يعني انا دايما حتى اقول للمتدربين في الكورس بلاش نعمل تمبلت ونبعتها للعميل. لان انا لو يعني ممكن انا من انصار المدرسه دي، يعني ان انا ما ابعتش تمبلت للعميل واقول له لا، لا انا بعلم الناس حاجات معينه يسالوا عنها ويسالوا عنها ازاي وندير حوارنا مع العميل ازاي واحنا بناخد البريف. فدي من الحاجات اللي ممكن تكون محل اسئله. بتطلع افكار ازاي بقى بتطلع افكار؟ في برضو عندنا جزء من الاستراتيجي في الكورس بنتكلم عن 16 طريقه مساعدين لنا في تطليع الافكار، الى جانب زي ما اتكلمنا عن مواقع الذكاء الاصطناعي اللي ممكن تساعدنا في ازاي نطلع افكار. فانت ازاي بتحاول تجيب افكار؟ لو اشتغلت على بلاتفورم معينه ايه هي، وازاي بتوظف فكره معينه لاكتر من بلاتفورم، وقدرتك على كتابه بيس اوف كونتنت كام، لو انت شغال بالفعل كام بيس اوف كونتنت في يوم، وازاي بتتواصل. مش لسه قايله ان الجرافيك ديزاينر ليه دور اساسي معانا، وان انت ككونتنت كريتور لازم تديله بريف عن تصورك، لان انت اللي كاتب الفكره فانت اكتر واحد شايف هي هتطلع ازاي. فازاي بتوصل فكرتك للجرافيك ديزاينر وبتتعامل ازاي. دي كده اهم الاسئله اللي ممكن تبقوا مجهزينها في دماغكم لمرحله الانترفيو. طبعا ال 14 سؤال دول بالتفصيل وعناصر تانية كتير. طبعا هي كل حاجه يعني في حاجات منهم ليها شرح محاضرات، يعني نموذج ايدا ده ليه شرح يعني بناخده في جزء كبير من المحاضرات في الكورس. فكل حاجه من دول محتاجه تفاصيل شرح. البريف محتاج تفاصيل ازاي تطلع افكار. بلوكو بندي 16 طريقه في الكورس، ففي حاجات منهم محتاجين ان احنا نقعد نتكلم فيها. لكن زي ما قلنا الهدف ان انت لو شغال بالفعل يعني ايه نكون حاولنا نساعدك باسئله زي دي تكون مجهزها كده مع نفسك عشان ما تتفاجئش، او تكون ايه رايح واثق وعندك قدر من الهدوء. وكل النقاط دي الاسئله دي بيتم الرد يعني شرحها بالتفصيل والتطبيق بشكل عملي على النقاط دي كلها في الكورس. اتمنى ان المحاضره تساعدكم في اي انترفيو، وشاركونا في الكومنتس باهم الاسئله اللي اتسالت لكم قبل كده في اي انترفيو، واشتركوا في القناه عشان الفتره الجايه هننزل فيديوهات هنتكلم فيها عن كل الاسئله دي وغيرها بالتفصيل.